ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنشرح ازاي نعمل موديوليشن ودي موديوليشن باستخدام الماتلاب. تمام. ده الاوتبوت بتاع الكود. طب تعالى نشوف الكود بيتكلم عن ايه. اول حاجه في الكود، انا عندي خليت الاف سامبل او الفريكوينسي سامبلنج فريكوينسي بتاعتي ب 10000. وخليت التايم بتاعي هو هيبقى مثلا التايم سامبلنج بتاعي هيبقى من 0 ل 0.5. طيب ايه ال 1 اوفر اف اس دي؟ دي الخطوه اللي هيمشي بيها كل سامبل. يعني كل سامبل السيجنال بتاعته عباره عن سامبلز. تمام. فكل سامبل، فالسامبل الاولى هتبقى عند 0 مثلا، السامبل الثانيه هتبقى عند 1 اوفر اف اس. يبقى عندي اول سامبل عند 0، تاني سامبل عند 1 اوفر 10000، تاني سامبل عند 2 اوفر 10000، وهكذا لحد ما يوصل ل 0.05. تمام. طيب بعد كده عندي الاف كارير بتاعتي 1000. تمام. والام دي كوزاين 2 باي في 100 تي، دي الام اوف تي بتاعتي، دي السيجنال بتاعتي. والكارير بتاعي هو الكوزاين 2 باي اف سي تي. دي شويه حاجات يعني هستخدمهم في الكود بتاعي. طيب اول حاجه، انا عشان اعمل موديوليشن دبل سايد باند ويز كارير، ايه الفانكشن بتاعتها؟ الفانكشن بتاعتها هي 1 بلس ام في الكارير، 1 بلس الام اوف تي في الكارير. طيب وبعد كده يعني بضرب ال1 بلس الام اللي هي السيجنال بتاعتي دوت الكارير. تمام. طيب ليه ما عملتش الحركه دي؟ ليه ما قلتش دوت كارير على طول؟ الحركه دي بتخلي ان انا بضرب سامبل في سامبل. يعني السامبل الاولانيه في ال1 بلس ام اوف تي اضربها في السامبل الاولانيه اللي في الكارير بس. هي دي بعملها بالنسبه للموديوليشن او دي موديوليشن. لازم اعملها اللي هي الحركه دي لازم اعملها في كود الماتلاب. طيب الدي موديليشن هضرب الموديليشن في الكارير بس. طيب الريكفرد ان انا هاخد اللو باس فلتر بتاع الدي موديليشن. طيب اللو باس فلتر ده عباره عن ايه؟ فانكشن بتاخد اتريبيوتس. طب ايه هي الاتريبيوتس؟ هتاخد الدي موديليشن بتاعتك، هتاخد الاف اس اللي هي الفريكوينسي سامبلنج. تمام. وهتاخد الكات اوف فريكوينسي. انا مثلا هعمل كات اوف فريكوينسي عند 200. بعد كده انا عايز اعرض بقى السيجنالز بتاعتي، اعرضها ازاي؟ بعمل فيجر. طب استدعي الفانكشن بتاع الفيجر، بعمل 3 سب بلوت. تمام. السب بلوت دي بتاخد اتريبيوتس. طب ايه هي؟ هي شويه ابعاد بتاخدها. تمام. 3 في 1 في 1. تمام. طيب هعمل رسمه للاكس بتاعها ايه والواي بتاعها ايه. مثلا الاكس بتاعها هيبقى التي، والواي بتاعها هيبقى الام. يعني الاكس بتاعها هيبقى التي اللي هي 0.05 اخرها 0.05. تمام. والام اللي هي السيجنال بتاعتي اللي هي كوزاين 2 باي في 100 تي. تمام. والتايتل هيبقى المسج سيجنال. وهكذا هعرض برضو التي والموديليشن، وهعرض التي والريكفر. تمام. واكتب كل تايتل بالنسبه للرسمه اللي هرسمها. فتعالى نشوف الاوتبوت كده. دي فيجر 3، فيجر 2، ادي فيجر 1. تمام. فانا عندي دي المسج سيجنال بتاعتي، دي الدبل سايد باند زائد الكارير، ودي الريكفرد مسج بس. طيب تعالى نعمل نفس الحركه في الرينج. طيب الرينج هو عباره عن ايه؟ الرينج ان انا بضرب الام اوف تي بتاعتي، بضربها في الكارير من غير 1. يعني هنا 1 عشان بلس الكارير، لا انا هنا بضربها في الكارير. السيجنال بتاعتي بضربها في الكارير. طب الدي موديليشن هاخد الموديليشن واضربه في الكارير. طيب الريكفرد هاخد لو باس فلتر، هياخد رينج دي موديليشن والاف اس وال200 بس. واقول له ايه؟ فيجر اعرض لي الرسمه بتاعه الرينج. تمام. ونفس الكلام اللي عملته هنا هو نفس الكلام اللي هعمله هنا، بس هغير بس في الايه، في التايتل بتاعي، وهغير في الفاريبلز اللي هنا. يعني هناك كنت بعرض الام والموديليشن والريكفرد، لا هنا انا هعرض الام والرينج والريكفرد رينج. تمام. طيب بعد كده عايزين نعمل ايه؟ بعد كده عايزين نعمل تو ايدنتيكال ديفايس. تمام. فانا عندي ايه؟ التي اكس كارير بتاعي هو الكوزاين 2 باي اف سي تي. تمام.
عندي التي اكس موديوليتد، الموديوليتد بتاعي يبقى 1 بلس ام في الكارير. تمام. طيب الكارير بتاعي هو كوزاين 2 باي اف سي تي. تمام. طيب الدي موديليتد هضرب اللي هو الموديوليتد ده هضربه في الكارير. تمام. طيب والاوتبوت هيبقى له باس فلتر نفس الكلام، انا ما غيرتش حاجه، يعني انا نفس الكلام اللي عملته فوق في الرينج هو نفس الكلام. الفكره ان انا غيرت في اسامي الفاريبل. تمام. فانا عندي الكارير هو كوزاين 2 باي اف سي تي. تمام. طب عشان اعمل موديوليتد للتو ايدنتيكال ديفايسز تبقى 1 بلس ام في الكارير بتاعي اللي هو ده. تمام. طيب بعد كده عايز اعمل موديوليتد، فهضرب الموديوليتد ده، اعمل دي موديوليتد، اضرب الموديوليتد ده اضربه في الكارير اللي هو الكوزاين 2 باي اف سي تي. وبعد كده عشان اريكفر السيجنال بعمل له باس فلتر بنفس الاتريبيوتس واعرض الايه الرسمه بتاعتي. فتعالى نجرب نشوف كده الاوتبوت عامل ازاي. ده فيجر 3، ده فيجر 2، ده فيجر 1. تمام. تعال نشوف فيجر 1 بيتكلم عن ايه. زي ما عرضنا الفيجر 1 ده المسج سيجنال دبل سايد باند وذ كارير والريكفر. طيب والفيجر 2 المسج سيجنال والرينج موديوليت دبل سايد باند وذ كارير والريكفرد مسج. طيب ده التو ايدنتيكال ديفايس، ده المسج بتاعتي، دي الترانسميتد سيجنال ودي الريسيفد سيجنال. المسج كله بالكود، يعني كله بالمعادلات، كله لو عارف معادلة الرسم السيركت بتاعتك فانت تقدر تطبقها بسهولة على الماتلاب.